بيبدأ فيلمنا مع داني اللي بيكون قاعد مع دكتورة نفسية وبيشتكي لها من إنه مش قادر يتخطى فراق بنته اللي هي اتخطفت وهو مش لاقيها، وبتحاول تساعده وبتقوله فكرني اللي حصل. فبيحكي لها انهم كانوا في حديقة كانت بتتكلم معاه، واثناء ما كانت بتمشي من قدامه اختفت فجأة. بتجيله مكالمة ان في نوش في المدينة ومحتاجينه لانه بالمناسبة ظابط. فبينزل على مكان الجريمة وبيركب مع زميله العربية وبيروحوا مكان الحادث، وبيلاحظوا ان في راجل قاعد كده لا بيه ولا عليه. تيجي واحدة حلوة كده بتقعد جنبه فبيقدر يتكلم معاها، واثناء ما بيتكلم معاها بيخليها تغيب عن الوعي، وبيقوم من جنبها وبيروح لرجال الشرطة بيعمل معاهم نفس الكلام، لحد ما داني بيلاحظ ان في حاجة غريبة جدا. فبيقرر ينزل وراه يشوف ايه الموضوع، وهو ماشي بيلاقي الست ماشية بتكرر الكلام اللي هو قاله لها وهي مش حاسة بنفسها وعمالة تتحرك بعدم اتزان. وهنا داني بيدخل البنك اللي المفروض هيتعمل عليه سطو مسلح. بنلاقي ان الراجل ده ظهر لموظفة الاستقبال، ابتدى يسيطر عليها هي كمان عشان تنفذ اوامره. وبيفتح داني خزنة من الخزن اللي جوه البنك، بيلاقي صورة البنت. بيتفاجئ وفجأة بنلاقي رجال الشرطة اللي الراجل سيطر عليهم دخلوا سيطروا على البنك وضربوا نار. وداني بيطلع مسدسه وبيحاول يخرج، ولكن بيلاقي موظفة الاستقبال بتفتح خزنة معينة وبتخرج اللي فيها، لحد ما بيتضرب عليه نار. وبتروح الموظفة بتركب عربية عشان تهرب بالشنطة اللي خدتها من الخزنة، ولكنها بتتقلب بالعربية وبتموت. وبيجي الراجل ده بياخد منها الشنطة وبيحط قنبلة في ايديها. وبيلاحظ داني ان الراجل ده بيجري وراه، فبيطارده وبيوصل له السطح بتاع البنك وبيهدده انه هيضرب عليه نار. واول ما رجالته المساعدين بيروحوا عشان يقبضوا عليه بيقدر يسيطر عليهم ويخليهم في صف. وبيقولوا لداني He's the wrong man. يعني ده الراجل الغلط. وبيرفعوا مسدس على داني لحد ما داني بيطلع صورة بنته وبيقول له هي فين. فبيقوم مطلع له خزنة كده من ايده وبيقول له استنى كده، لا مش موجودة جوه والله وعمرك ما هتلاقيها. وبيقول له الظباط يضربوا في بعض فبيموتوا بعض، وبيجري ينط من فوق السطوح عشان داني يجري وراه وما يلاقيهوش، لحد ما بنلاقي داني راح يستعين بخبيرة في مجال التنويم المغناطيسي عشان تساعده. وبنلاقي ان الجارد بتاعها مستنيها بره، ولكن بيقرب منه الراجل المجهول ده وبيسيطر عليه. وبنلاقي انه داخل يموتها، ولكن داني بينقذها على اخر لحظة وبيموته. وبياخدها معاه الاسم وبتقوله ان التنويم المغناطيسي بالفعل حقيقي، وان الراجل ده بيقدر يسيطر على عقول الناس وبيخلق جواهم عوالم خيالية وبيقدر يسيطر على دماغ اي حد. وطبعا داني مش بيصدق الكلام ده، فبتقوله تمام انا هجرب في صاحبك خليهولك يعيط. وفعلا بيعيط. وبتقوله طب خلاص هو صعب عليا، اطلع شم شوية هوا. فبالفعل المود بتاعه بيتحسن وبيطلع يشرب سجارة كده. فبتقوله شفت الموضوع طلع حقيقي، لحد ما بيظهر الراجل ده كمان وبيتحكم في صاحبه. وبنلاقي زميل داني داخل وماسك مسدس وعاوز يضربهم، لحد ما داني بيسيطر عليه وبيكلبشه في الحديد بتاع السجن، ولكن بيقدر يكسر ايده ويخلع من الكلبش عشان هي تقرر تقتله. فبيتصدروا الصحف والمجلات انهم مسؤولين في عملية قتل. فبيبقوا قاعدين في مكان بيشربوا درينك كده على الماشي، وبيلاقوا ضابط داخل عليهم، واول ما بيشوفهم بيبلغ عنهم عشان يهربوا منه. اول ما يخرجوا يلاقي الحكومة مستنياهم، ومن ضمن الحكومة دي الراجل اللي داني بيطارده. وبيجري وراه مرة تانية، ولكن المرة دي بيقدر يخلي داني جوه عالم خيالي مش حقيقي عشان يشتته، لحد ما داني بيلاقي نفسه مرفوع عليه سلاحين، ولكن صاحبته بتتدخل وبتموتهم وبتهرب معاه. وبيعدوا على كمين، ولكن هي بتقدر تسيطر على فرد الأمن اللي واقف وبتخليه يقتنع إن هم أشخاص مختلفة، وبيعديهم بالفعل. وبيروحوا الراجل عجوز معرفش ايه اهميته في الفيلم بصراحة، وبيقعدوا يتكلموا معاه عشان يشوف لهم حل للمشكلة دي، لحد ما يلاقوا ان المشكلة ذات نفسها ظهرت. وبيطلعوا يجروا منه، وبيخرج داني وبيلاقي ان في عصابة بتطارده، بيضرب عليهم نار وبيقدر يهرب منهم، لحد ما بيلاقي العوالم بتتغير والشكل قدامه بيتغير. ووصل لحيطة سد، ولقى ان كل الناس عاوزة تهاجمه. وساعتها هي قالت له انت تقدر تصد الهجوم اللي هو بيعمله عليك، بس لازم تركز كويس وتقدر كمان تقلبه ضده. وبالفعل بيركز وبيخلي الحكومة والناس يتقلبوا عليه، وبيفكرها انه بيعمل كل ده عشان يوصل لبنته، وده الهدف الاساسي بتاعه. وبيروح هنا لزميل قديم كده عشان يساعدهم، وبيدخلهم على سيستم كمبيوتر وبيعرفوا هو مين واهله مين. ولكن اثناء ما بيكونوا نايمين بيروح يفتح الجهاز بتاعه وبيكتشف ان اللي معاه كل دي مراته، وبيكتشف ان بنته لسه عايشه، لحد ما بتكبس عليه وبتبدا تقول له بنتك كانت في صراع داخلي لما كنا بنتخانق. وبتبدا ساعتها تدخل جوه دماغه وتوريه المنظور بتاع المنظومه اللي صاحبها هو الراجل ده، فاكرينه؟ ايوه هو ده. بيعرف ان كل اللي حواليه ده كان وهمي، وان الناس اللي ماتوا موجودين بالفعل ولكن ضده، لحد ما بيجري من المكان وبيلاقي انه واقف في نفس المكان او المتاهة اللي كان فيها اخر مرة. وساعتها المنظمة بيقنعوه انهم يسيطروا عليه ويدخلوا جوه دماغه عشان يساعدوه ويلاقي بنته. وهنا بيفتكر فعلا والزمن بيتعاد بيه لما كان عند الدكتورة النفسية اللي في اول الفيلم،
وبيخرج من عندها بيركب العربية مع زميله اللي هو أصلا مات، وبيبدأ يتابع الراجل، ولكن بيخرج من العالم بتاعهم ويهرب ويركب عربية ويجري بيها، وبيروح على بيت غريب اللي ساكن فيه أبوه وأمه وبيتابعوه، وإنه في مكان غريب جدا بيروحوا وراه، وبنلاقي داني هنا داخل البيت لقى إن في متاهة صغيرة، والمتاهة دي نفس المتاهة اللي بنته كانت بتعملها، لحد ما المتاهة بتبدأ تقع وهو بيدخل وراها، وبيلاقي بنته قاعدة جواها لحد ما بتشوفه فبتقوم تاخده بالحضن، وساعتها بيكبسوا عليه، ولكن أبوه وأمه بيتصدروا لهم، وللأسف بيتضرب عليهم نار، لحد ما داني بيقول لهم انتوا عاوزينها صح؟ تعالي يا روحي ما تتكسفيش. بتروح على امها عشان تحضنها، ولكن ثانية واحدة، هتسألني هتقولي هي مش كانت معاهم في صفهم هما؟ اقولك اه، بس البنت دي عندها قدرة اقوى منهم، وسيطرت على دماغها مرة تانية وخلتها تقتنع ان هي امها بالفعل، وخلتها في صفهم. ومش بيصدق نفسه الراجل التاني، وبيضرب نار على البيت، بيلاقي ان البيت ده نفسه وهمي وكل ده عالم خيالي، وان البنت الصغيرة دي بتتلاعب بيهم وبتموتهم واحد ورا التاني، وبتخليهم يقتلوا في بعض، وبتخلي الراجل يضرب على نفسه نار وبيموت. وساعتها مراته بتقع بالكرسي وبتصرخ، وبتيجي لحظات فلاش باك وهي بتولد وبتسلم على بنتها، عشان هنا يظهر الحقيقة وبيتضح ان بنتها هي رئيسة المنظومة دي، وهي اللي مدوراها كده من الآخر. وبترجع لعيلتها مرة تانية وبيعيشوا في تبات ونبات، ولكن بيظهر أبو داني. ولكن ثانية واحدة، الراجل ده ظهر تاني. لا ده المخرج بيلعبك مش أكتر. يلا لو عجبك الفيلم، لا 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 مش لو عجبك، لو فهمت الفيلم اصلا دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوني في ملخصات جاية كتير. سلام.